وسام ابو علي يطلب الرحيل من النادي الاهلي. يا كريم الكلام ده زي ما بقول لك كده، وسام ابو علي يطلب الرحيل من النادي الاهلي، والاهلي في بيان رسمي يرفض التخلي عن اساطيره وكباتن الفريق. ده انا جاي لك في التقيل يا ابني، ده في كلام كتير قوي. بس قبل ما اقول لك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتقول لي رايك في الكلام بعد ما اخلص الكلام، وتصلي على النبي وتوكلنا على الله. النادي الاهلي يرفض بيع قفشه وحسين الشحات عشان هنحل بأسامة ابو علي في الاخر. طيب الاهلي في بيان رسمي بيرفض بيع الشحات وقفشه ومحمد هاني واي كابتن من كباتن الفريق، وغالبا كده هم ناويين يكتبوا لهم حته من التتش. بص، هو انت ما بتعندش غير على نفسك. يعني انا شايف ان الاداره بتعند مع نفسها. امكانيات عندك، فلوس عندك، كل حاجه عندك، بس مفيش عقل. انت امتلكت كل شيء ما عدا اهم شيء، فاهم؟ الصفقات اللي احنا بنجيبها هلس، الا من رحم ربي. 3-4 صفقات بينجح منهم واحده، لان مفيش تخطيط، مفيش سكاوتنج تيم محترم يجيب لك صفقات. من الاخر انت ماشيها بالفهلوه وبامير توفيق ومش عارف ايه، وعامل فيها ان انت بتعمل جمعيه، وعامل زي خالتي كده عمال ايه تحنتفها، وهي مش جايه معاك سكه. من الاخر هي بتقول لك ان دلوقتي في نظام وفي احتراف وفي شغل عالي. قد الشغل امين، مش قد الشغل في الكمين انتر ابلكاش. فدلوقتي انا مش منطقه شخص بعينه، انا منطقه الاداره كلها. بقول يا جدعان ان اللي بيحصل ده عبث. ان انا اسيب قفشه وحسين الشحات في عمر حسين الشحات 33 سنه، ايا كان قدم لي ايه، انا قدمت له اكتر من اللي قدمه بكتير. هل حسين الشحات اللي قدمه يستحق ال 30 مليون في السنه؟ رد عليا. هل اللي قفشه قدمه يستحق؟ هتقول لي جولنا القاضي، اقول لك خلاص بقى مش هننام عليه، مش هنبات عليه. كنا سيبنا ابو تريكه بقى لغايه دلوقتي. ابو تريكه يفضل الصراحه، دي وجهه نظري. لا اركن انت ابو تريكه على جنب عشان انا بحبك. انت مش في مقارنه مع حد، انا اسف، انا غلطت، زلت لسان، حقك عليا. نرجع لمرجوعنا. لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي ما يستحقش حد فيهم 10 مليون دولار. دي وجهه نظر، 10 مليون جنيه قصدي، دي وجهه نظري. معلش مع احترامي. مين محمد هاني ده؟ انا جبت ارقام محمد هاني يا جدعان، والله العظيم رقم تليفوني مميز عنها. 11 سنه في النادي الاهلي، 15 اسيست، 10 اهداف تقريبا، مساهم في 25-35 هدف. بيقول لك بمعدل كل 15 ماتش جون واسيست. ده ايه الرقم ده؟ بيقول لك الشيبي في موسم واحد مع بيراميدز، لازم نقول ونعيد ونزيد لان دي اهانه يا جدعان. الشيبي في موسم واحد مسجل 12 هدف ولا 10 اهداف، ومساهم في 15 هدف، 25 هدف في الموسم. موسم واحد بتاريخ محمد هاني معاك 11 سنه وانت عمال تديني في مسكنات. انا كده ابدا اصدق الناس اللي بتقول ان انت مقعده عشان حسام غالي. كده تبدا دماغي تشتغل شمال، معلش عشان ده شغل شمال. يعني ايه اسيب واحد زي ده، كارثه زي دي عندي في النادي الاهلي، واطلع اطبل له واقول لعيب كبير ولاعيب محترم واحسن الوحشين؟ لا، ما مش عايزه يا عم. وانا مش نادي قليل عشان يبقى عندي باك زي ده. ما والله غلبته في مصر كلها مفيش باك. اطلع اجيب لي باك محترف من بره اوروبي يساعدني، فاهم؟ اكيد مش هيبقى احسن مش هيبقى اوحش من محمد هاني. ففي حاجات كتير يا جدعان مش مفهومه، وبصراحه في عشوائيه. بصراحه اللي بيحصل في الاهلي ده مش طبيعي. يعني اسيب حسين الشحات وقفشه ومحمد هاني وامشي لعيبه صغيره؟ يعني انا دلوقتي بطلع محمد، الواد اللي هو الوينج ده يا جدعان، مش فاكر اسمه، محمد ايه كده، واد تقيل قوي في النادي الاهلي، فاهم؟ اطلعه اعاره ليه لما انا ممكن اقعده وامشي حسين الشحات وادي الواد ده فرصه؟ هل بيقدم حاجه حسين الشحات عنه؟ والله نسيت اسمه، عيل ناشئ كده السنه اللي فاتت كان مطرشم وجاب جون مع منتخب مصر وبتاع، ملوش حل. انا ما عندي مشكله في الاسامي دي، مشكلتي فعلا، انا بعترف. الراجل ده كان اسطوري، ملوش حل. وينج رايت، كريم فؤاد لما يرجع من الاصابه، كل دول مش هيفيدونا عن حسين الشحات؟ يا جدع انت بتحافظ على ايه؟ ما هو انا نفسي افهم. يعني انت تمشي معلول وتسيب حسين الشحات وقفشه ومحمد هاني والشناوي ده معاته عافيه؟ ما انا بتجنن. في حين بقى الكلام ده كله، شوف انا حكيت لك ايه. في محنكين طالعين يشتموا اسامه ابو علي، اقسم بالله لسه البوست طالع مفيش تاكيد عليه، طلعوا. الغدر يا اسطى وحش، الغدر وحش، وما بحبش الغدارين. انا عمري ما احب الخاين ولا احب الغدارين. ما تروحش تبيع ميه في حاره السقايين. ده مش منير، ده انا اللي بقول لك الكلام ده، منير ما قالش الكلام ده. طيب يا كريم، ايه اللي بيحصل دلوقتي يا عم؟ اسامه ابو علي الوكيل بتاعه طلع حسب موقع 24/7، معرفش 24 او 24 في 7 ساعات، وانا مش فاهم، طالب بان اسامه ابو علي يحترف رسميا. هم قالوا كده، قال لك اسامه ابو علي عايز يحترف. طب ده يا صاحبي يزعلك في ايه؟ هو انت فاكر ان كلها علي معلول؟ هو انت فاكر ان كلها ممكن تسيبك تديها على قفاها؟ يا اسطى انت اتعاملت مع علي معلول بطريقه مش محترمه.
بصراحه. وهو اشتراك بدل المره 1000 ومليون، وقدرت ناس عنه زي السوليه وزي حسين الشحات وزي ناس كتير مستواها ما بقاش موجود وما بقتش موجوده، وقدرتهم عنه، مع ان الراجل ده لغايه اخر دقيقه كان بيصنع اهداف، ومع عماد النحاس نزل صنع هدف. فالراجل ده ما كانش قاعد كده عواله، فاهم؟ ده حتى لو كان قاعد عواله بعد كل اشتراك ده كنت على الاقل تقديرا سنه بالحب. يا اسطى ما تقوليش بقى ما بجاملش على حساب النادي عشان انت بتجامل. محمد هاني قفشه هقعد كل شويه عيد وازيد. مين خالد عبد الفتاح اللي بقاله 3 سنين ده ولا سنتين؟ مين الناس دي؟ مين دول اصلا؟ بيلعبوا ليه كوره؟ ما بقللش من حد، بس القيمه الفنيه مش موجوده. انت كلاعب كره قدم انت مش موجود. محمد هاني بيعمل ايه؟ بتستفاد منه بايه؟ حنكوش والله. ماشي، مشيت انت كريستو ومشيت ولا استفدت منه بحاجه، وهو بصراحه ما قدمش حاجه برده لما طلع. كريستو عبد القادر عايز يمشي ويروح الزمالك، وهيروح الزمالك، واسمع مني الايام بياننا سكرين فيديو او سكرين شوت للكلام، ونتقابل بعد ما يروح الزمالك. حلال عليهم، على يا رب يستفادوا بيه بس من عقليته دي. المهم نرجع لمرجوعنا. يا اسطى انت اناني ليه؟ ما تحبش الا نفسك ليه؟ هو اللي انت بتعمله في الانديه التانيه مش عايزه يتعمل معاك؟ دي سنه الحياه والاحتراف واللي انت قلته عشان تبقى فير من جواك وسالك. حب الخير لنفسك او حب الخير لغيرك زي ما بتحبه لنفسك، عشان نبقى على نور يا صاحبي. وسام ابو علي طالب انه يرحل، مع السلامه يا صاحبي. هات لي عرض محترم بملايين الدولارات واقول لك بونا بوتيتو، واقول لك سلامه كتاكيتو، وحييك وهنيك، لان انت لاخر دقيقه بتبذل جهد ومجهود وعرق وبتاع. يبقى تحياتي ليك. راجل عايز يشوف مستقبله وانت استفدت ماديا، خلاص بتشتمه ليه؟ لا لا الاقي الناس بقى تقول لك 60 داهيه بالسلامه. مش لا، في ناس مش سويه يا جدعان، في ناس من جواها كده مرض. احنا في عصر الاحتراف، وانت بتقول كده وبتقول اللعيبه بتجيلك عشان الفلوس، لان احنا في عصر الاحتراف. فلما تبقى مش على هواك تروح جاي طالع شاتم، لا انا كده صاحب ازعل منك. انا شايف ان انت تبقى فير مع نفسك وتقول ان اسامه ابو علي عادي لما يحترف. طب مين البديل بتاعه؟ عم كريم حلو السؤال ده. في لعيب اسمه اسد الحملاوي. قال لك ازاي اسد وحملاوي؟ مالكش فيه، مش بتاعتك، مش قصتك انت خالص، مش حكايتك انت خالص. اسد الحملاوي ده فلسطيني، بيقول لك ممكن ما يبقاش زي مستوى وسام. هو انت كنت متوقع مستوى وسام اصلا قبل ما يجي؟ يعني لما اتقال لك ان اسامه ابو علي جاي كنت عارف انه هيبقى كده؟ يبقى انت يا صاحبي طالما ما تعرفش الغيب يبقى تسكت. محدش فينا يعرف الغيب فيه ايه. محدش كان يعرف ان اسامه هيجي بالمنظر ده، وبصراحه انت صعب ان انت تحافظ عليه. صعب ما يجيلكش فيه فوق 10 مليون دولار، وهيجيلك يعني حوالي 700 مليون صح؟ 50 في 10 ب 500 مليون، يعني الرقم بقى 13 14، انت داخل في 600 700 مليون دولار. اكتر من 10 مليون دولار. انت كانك رحت كاس العالم. الجائزه بتاع كاس العالم هتاخدها في لعيب واحد. رقم صعب ان انت ترفضه. الاهلي قال لك انا لو جالي 10 مليون، اكتر من 10 مليون دولار هبيعه. اسامه ابو علي رحب. بس انا شايف يا وسام وجهه نظري كاخ ليك ان انت صاحبي ما تروحش الخليج. انت مستواك قايلك ان انت تلعب في دوريات اوروبيه، ولو ابقى كداب لو ما قلتلكش ان انا عايزك في برشلونه. والله ما بهزر، مستواك يا ابني الله اكبر عليك ما شاء الله. الكواليتي بتاعك عاليه قوي. يا جدعان انا ذات نفسي اهلاوي مستخسره في الدوري المصري يا ابني. ما تقول الحقيقه يا اسطى واتكلم بما يرضي الله. اتكلم بما يرضي الله. قول الراجل ده الكواليتي بتاعه ما ينفعش. يعني كينو ده لما جه لعب في الدوري المصري انت كنت راضي عن الكلام ده؟ ما يا عم ما خلينا احنا يا عم في الناس اللي على قدنا يا عم. مروان محسن، مش عارف ايه الناس اللي هي فاهم، وليد ازارو، الناس اللي هي اللي على فاهمني. بس صراحه حرام احط وليد ازارو جنب مروان محسن بصراحه، لان وليد ازارو كان احسن. ولكن احنا ده اللي احنا عارفينه. جت معاك كده بالحب خلاص وبعته والدنيا جميله، فاهمني. وهو على فكره لو ما بعتوش النهارده هيتباع بكره وهيتباع بربع الثمن. فانت استغل الفرصه وما تعملش زي وليد ازارو وجالك في عرض ب 10 مليون دولار وقلت لا وبعته على كام 2 مليون ونص بعدها بسنه. انهي وخلص الكلام. طالما الراجل عايز يمشي مع السلامه، احترمه ريسبكت، لان هو ما قدرك واحترمك وطلع وقال لك انا في كاس العالم تصريحاته كلها ان هو هيجيب الفوز وهنكسب وهنعمل، وشوفنا ده على ارض الملعب. من افضل اللعيبه اللي موجوده في كاس العالم، ومن افضل المهاجمين، افضل مهاجم في افريقيا والوطن العربي اسامه ابو علي. خلصت نقطه من اول السطر. هات لك سكاوتنج تيم يجيب لك لعيب زي ده، شوف مين اللي جابه، يجيب لك واحد تاني. نظم اوراقك، شوف دفاعك الخربان. جايب لي محمود الجزار واحمد الجزار، هنروح اسمها ايه، هنروحين نشفي.
ايه طب احجز لي بقى انا منبار على جنب وسيب الجلد عشان هبيعه، هنعمله سجاده. انت بتعمل ايه يا ابني؟ مين دول؟ ما جاب اشرف داري بكام؟ رايح اجيب جزارين؟ هو اي حد حالق اقرع باوائل الجمعه؟ ما انت ما تضحكش ناس علينا. ماشي، بس هنرجع نقول العيب مش فيه، العيب في الناشئين، الاكاديميات اللي بتكايش عشان تلعب، بتطلع لنا الناس دي. ما بعيبش في احمد الجزار ومحمود الجزار والله، والشغل مش عيب، اقسم بالله يا عم اجيب كازلك واجي معاك عادي، والشغل مش عيب يا صاحبي، وربنا يكرمك ويوسع عليك انت وهو، وان شاء الله السنه الجايه يعني تضحوا بالثلاث اربع عجول. انا الفكره بس دلوقتي معايا في الراجل اللي ماسك الاكاديميات في مصر، اللي هو ابجني تجدني، ما تأبجنيش ما تلاقينيش. لا يا حبيبي ده خنتريش على ما فيش بقى، ما تكلمنيش. وانا ابو تيتو يا عم، ده ناس مجانين يا عم، احنا عندنا شغل وحاجات يا عم. حبيبي يا اسطى والله، قول لي رايك في الكلام، وما تنساش تصلي على النبي، وبحبك. سلام.